السلام عليكم البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ اليوم غنحضر معكم واحد العجينه رائعه ديال ميني همبرغر، ميني ساندويتش ولي بيتزا ديال تركيا. كنحتاجو هنا مقادير بسيطه جدا: 4 ديال الكيسان ديال 5 كيسان ديال الدقيق، ديال 5 نص كيلو، يعني 5 الكيسان تاع عنبه. بيضه واحده، معلقه كبيره الخميره الفوريه يعني خميره الخبز، ومعلقه كبيره ديال السكر. كيف تشوفوا انا غنديرو في العجانه. يمكن لكم تخدموا غير تجمعوا العجين غير بيديكم. هنا غندير واحد الملعقه صغيره ديال الملح، وغنزيد عليها واحد شويه ديال الماء دافي، هي اللي غادي نخويها يعني نضيفها على العجين. من بعد ما كنضيف كاس ديال العنبه ديال الحليب كيف ما شفتوا، كاس ديال الحليب يعني دافي د العنبه. صافي يعني مقادير مضبوطه. غنبدا نخلط هادشي، من بعد عاد غادي نضيف داك شويه ديال الماء والملح مخلط بالماء دافي. صافي غادي نجمع دوك المقادير بداك الحليب اللي عطيتكم، يعني بكاس الحليب، وغادي نديرها كترتاح هنا كتختمر لمده ديال واحد الساعتين. بعد ما تختمر مزيان كنحلوها، كنديروها فيلم اليمونطير. كيف تشوفوا هي الخميره يعني عفوا العجينه ناجحه. صافي غادي نجبدها وغادي نحطها فوق سطح العمل ونبدا نخدم فيها. من بعد ما خمرت العجين غنزيدو لها تقريبا واحد 40 ولا 50 غرام ديال الزبده، غندخلوها مزيان في العجين. كيف تشوفوا سمحوا لي يعني مهم بطريقه التكوار سهله. كورتهم وهادو خرجت منهم هاد لي بيتزا ديال تركيا. يعني المهم غادي تكوروهم وغادي تحطوهم وغادي تسرحوها على الطول. المهم هاد المقطع ما تصورش ليا. من بعد غادي تعمروها. عمرت هنا بالكروفيت الطون والفلفله مشحره، البصل مشحر. كندير عليهم فرماج موتزاريلا وفرماج احمر. بالنسبه للعماره يمكن لكم تعمروا باي حشوه كتبقى اختياريه، الطون ولا كفته ولا غير الفرماج ولا الشاركوتري. ممكن يبقاو اختياريه، كيجيو رائعين. شوفوا العجينه ناجحه، يعني كتخليهم يختمروا شويه، كدهنوا لهم جوانب بالبيض وكتدخلوهم الفرن. بالنسبه لي ميني همبرغر هما هادو، كورتهم دهنتهم بالاصفر البيض مع الحليب ودخلتهم الفرن. هنا بنتي هي اللي كتعمر هذوك لي ميني همبرغر، غادي تعمرهم هنايا. كيف تشوفوا كيجيو ناجحين. كما قلت لكم دهنوهم باصفر البيض مع شويه الحليب اولا شويه ديال ياغورت طبيعي، وكتدهنوا ليهم الوجه ديالهم، كديروا لهم بافو او الخشخاش او اي حاجه بغيتو. صافي كتدخلهم الفرن كيطيبوا كيجيو رائعين، كيجيو منتفخين ومفشفشين. يعني هنا بنتي تتوريكم. هنا غادي تعمرهم ليا. هنا هادو لي صوص اللي غادي تعمر بهم، سواء لاصوص فرماجير ولا لاصوص يعني شي ديال مايونيز او لا الصلصه الحاره اللي بغيتو. وهنا الفرماج من طبيعه الحال الخاص، وحنا غادي نعمروهم بالكفته. هنا غتبدا هي غتقطع هاد الفرماج كاري، يعني على حساب، يعني حاولوا تورغانيزيو الخدمه تقطعهم كاري طريفات، توجد كل حاجه. ومن بعد عاد غدوز تبدا دير الحشو ديال الميني همبرغر. يعني هنا درت هادي الصلصه لاصوص اندلس، ودرت فوق منها الكفته الخاص طريف ديال الفرماج كاري. المهم وغادي نديرو لهم دي كوردون باش نجمعوهم، وغادي ندوزو يعني باش نكملو نحضروا جميع لي ميني همبرغر. المهم بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه، يمكن لكم تضيفوا
حتى شويه ديال كورنيشون، يمكن لكم تضيفوا اي حاجه، طماطم صغيوره يعني مقطعه اللي يعجبكم، بصلات تشحروها صافي. كندير لهم واحد كوردون باش نشدوهم، كنحطوهم على جنب حتى نكملوا باقي لي ميني همبرغر ديالنا. بالنسبه للميني بان ساندويتش، انا يعني حضرتهم، عمرتهم بالخس شاركوتري فرomاج، ما صورتهمش. المهم ان شاء الله دابا نوريكم الحشوات في باقي الحلقات ديال الفيديوهات ديالي ان شاء الله ديال اليوتيوب. المهم هنا شاركت معكم غير لي ميني همبرغر، شاركت معكم يعني خصوصا العجين كتجي يعني هي اللي كيلقاو فيها الناس مشكله. اما بالنسبه للحوش يمكن لكم تعمروا باي حاجه عندكم. يعني حاولت اني نشارك معكم هذا العجين اللي رائعه وسهله، فيهاش مقادير بزاف كما قلت لكم. نص كيلو ديال الدقيق مع بيضه، مع معلقه كبيره ديال خميره العجين، مع معلقه كبيره خميره السكر، ومعلقه صغيره ديال الملح اللي مع مخلط بالماء دافي، وكاس ديال الحليب دافي. يعني يعني مقادير اللي جد سهله وناجحه، كتجيب عجينه مفشفشه. يمكن لكم ديروا بها لي ميني بيتزا، لي ميني همبرغر، لي ميني ساندويتش، اي حاجه بغيتو ديروها. بالنسبه للحشو كيبقى اختياري، نتوما عمرو باش ما بغيتو. دونك هادو هما الوصفات ديال اليوم، نتمنى انهم ينالوا الرضا ديالكم والاعجاب ديالكم. في انتظار وصفات يعني اخرى على اليوتيوب.